خونة الأوطان وسرطان البلدان. الإخوة المتابعين الأفاضل داخل الوطن العظيم وخارجه، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بواحد المقولة ديال الأصمعي اللي كتعجبني أنا بزاف وديما كنرددها. يقول: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل ووفاء عهده فانظر إلى حنينه إلى أوطانه وتشوقه إلى إخوانه وبكائه على ما مضى من زمانه. فيديو اليوم أحبتي الكرام عن الخيانة والخونة اللي بدينا كنسمعوا عليها مؤخرا بشكل كبير. فالخيانة بالنسبة لي ماشي هي مجرد خيانة الأمانة ولا خيانة العهد أو خيانة الميثاق، ولكن أعظم خيانة هي خيانة الأوطان. خيانة الأوطان أخوتي هي أعظم مصيبة يمكن أن تحل على البلاد وتضرب العباد. علاش؟ لأن من يقوم بها في الحقيقة هو واحد من دمنا ولحمنا، كبر معنا وعاش وسطنا ويعرف تفاصيل حياتنا. لذلك هذه الخونة كانوا ولا يزالون حطب الأعداء وزاد الخصوم والعصا التي يضربنا بها المتربصون. لذلك يقال: لولا خونة الداخل لما تجرأ علينا عدو الخارج. عزيز المصري هذا في إبان الاحتلال البريطاني لمصر كان كيقول واحد المقولة، كيقول لك: لا تلتفتوا إلى العدو في الخارج ولكن تخلصوا من أدواته في الداخل. وهو محق في هذه المقولة هذه. ولا داعي أننا نذكركم الإخوة الكرام بأن سقوط الأندلس المغربية كان سببه الخيانة، واغتيال السلطان السعدي محمد الشيخ كان بسبب الخيانة، خيانة الأتراك بطبيعة الحال. واندلاع واستمرار النزاع المفتعل حول الصحراء الغربية المغربية سببه الخونة. وسبب النعرات الانفصالية في المغرب هم الخونة. كذلك سبب العداء الجزائري للمغرب هي الخيانة، لأن هاد الناس الإخوان كانوا معنا وكلاو ماكلتنا وشربوا الماء ديالنا وداو الفلوس ديال المغاربة، وحتى البطانة ديال العيد ديال المغاربة حتى هي اداوها. ومع ذلك تمكنت منهم الخيانة وسرحت في عروقهم دماء الغدر، فكانوا الخصم الحقود والعدو اللدود علينا. وحرب الرمال كذلك سببها الخيانة، والانقلابات العسكرية التي ضربت بلادنا صنعتها أيادي الخونة. إذن الإخوان الخيانة هي مصيبة البلدان وكارثة الأوطان. لذلك كنشوفوا المغاربة كيكرهوا الخائن وما كيحملوش شي حاجة سميتها الخيانة. ومؤخرا شفنا بأن القوم توهموا بأن الزلزال غادي ينهك هذه الأمة وغادي يخلق أزمة سياسية ربما تعقبها اهتزازات اجتماعية، وبالتالي جندت فرنسا أحذيتها الإعلامية وتحركت المقاطعة الفرنسية لاستدعاء الخونة الذين من المفروض أنهم مغاربة، من أجل خلق حالة من الشك يعقبها انفلات وانهيار الدولة المغربية، وذلك حلم حياة فرنسا وصنيعتها شرق الجدار. تحرك إذن الإخوان تجار الأزمات والمتاجرون في الأرواح والجثث من أجل ضرب وحدة المغرب والمغاربة. هاته الكلاب النابحة والبعير الناهقة فكرت وقدرت ثم قتلت كيف قدرت ثم قتلت كيف قدرت، فوجدت أن قوة المغرب في ذلك التلاحم المقدس بين الملك والشعب. وهنا فكرت أنها الضرب في الرموز ديال البلاد، وعلى رأسهم المؤسسة الملكية وشخص الملك وأمير المؤمنين حفظه الله. فأرادت أنها تبخس الرمز والانتقاص من شخص الملك والضرب ديال البلاد كيف ما قال ذاك المواطن البطل بطبيعة الحال. وهناك الخطأ، لأنه استراتيجيا من الخطأ الهجوم على نقطة قوة الخصم، ولكن يعني وجب الهجوم على نقطة ضعفه بطبيعة الحال. والمغرب لا نقطة ضعف له مهما أعياكم البحث. لذلك نقول بأن الغباء ملة واحدة. مشاو لسيدنا اللي أدار الأزمة بطريقة لا أقول احترافية ولكن بطريقة إعجازية. أنا في حقيقة والله العظيم لمتفاجئ ومنبهر، وأنا اللي أدعي أنني كنت جزء من المنظومة الأمنية والترابية وفي قلب العديد من الكوارث الطبيعية،
ومع ذلك أخوتي والله العظيم إلى عجزت عن تفسير طريقة تدبير هذه الأزمة. وأعتقد أننا لا نملك مجرد رئيس دولة وفقط، لأن الملك ديالنا ماشي مجرد رئيس دولة عادي، وهذا الشيء اللي دار ما كيقدروش رؤساء الدول العاديين. لذلك الإخوان هذا الفعل هذا وهذا التدبير هذا هو تدبير زعيم وقائد باش تنسق عمل ديال وزارة الداخلية والدفاع والدرك والمالية والصحة والأعمال الاجتماعية وباقي القطاعات، ثم تتحكم في الأزمة وتبدأ في مرحلة إعادة الإعمار وبطريقة هادئة وبدون بهرجة وقوة الهضرة. اسمحوا لي الإخوان، الملك ديالنا لا يمكن أن يكون شخصا عاديا، لأن المغرب ببساطة ليس أمة عادية. فالله يديم على ملكنا موفور الصحة والعافية. فكيفاش اليوم بدينا مرحلة ديال إصلاح المسالك وإعادة ترميم المآثر التاريخية، وانطلقت مرحلة إعادة الإعمار، وقدر الملك يوفر لهذه العملية ملايير الدولارات في هذا الزمن القياسي، ودون حتى اللجوء إلى أي مساعدة مالية من الخارج كيفما كان نوعها. اسمحوا لي، هذا الشيء لم تقدر عليه أي دولة ضربها مثل هذا الزلزال وهذا الحجم من الدمار. لذلك يا إخواني الكرام، هذا واحد النداء لكم من أخ لكم، وهو نداء لكل مغربي حر: اقطعوا دابر الخونة وقاطعوهم مقاطعة وجودية، لا مجال لمناقشتهم أو مجادلتهم أو استضافتهم في الصفحات أو الحسابات، خاصة من صديق تيك توك. هم خونة وعملاء ومرتزقة، يعني من يرتزق مقابل الخيانة هذا لا تنتظر منه خيرا ولا توبة. كل خائن يجب أن تتعاملوا معه بمنطق البلوك والحظر والنخال، لأنه ليس له ما يقدمه في نقاش أو يضيفه في جدال. وإذا أنت جادلته أو جادلت الخائن فأنت توفر له منصة وتساعده على تمرير رسائله الخبيثة والمسمومة. وكلما واصلتم نقاشهم كلما أعطيتموهم الفرصة لمواصلة الاسترزاق من نظام عميل أحب شيء إلى قلبه هي الخيانة، لأن الخيانة أخوتي هي مبرر تواجد هذا النظام المجرم. وهنا أتحدث عن النظام العسكري الجزائري. أليس هم من قتلوا رموز الجهاد إبان أحداث الجزائر؟ هم اللي قتلوهم، قتلوا جميع الرموز، عميروش وعبان وغيرهم. أليس هم من قلبوا على حكومتهم المؤقتة وقتلوا أزيد من 1000 جزائري من أجل احتلال العاصمة الجزائر، وهي الحرب الوحيدة التي قادها بخروبة وهو ريبو مدين؟ أليس هم من قتلوا عبان رمضان وكريم بالقاسم وخيضر وبوضياف وقايد أحمد وأحمد مدغري من أجل السلطة؟ هم اللي قتلوهم. أليسوا هم من تآمروا مع فرنسا لاحتلال الصحراء الشرقية، والآن يتآمرون من أجل فصل الصحراء عن مغربها، ويتوهمون أنهم قادرون على فصل الريف العزيز عن مغربه؟ لكن أقول لهم هيهات هيهات، كان غيرك أشطر بن عمي. واش اللي واحد غير مع شعره هذا يسمع ليه بنادم ويعطيه وقت ويتصنت ليه؟ لذلك الإخوان، راه أكبر واجب وأكبر جهاد يمكن يقدم المواطن المغربي هو قطع دابر الخيانة والخونة من خلال نقطتين أساسيتين بالنسبة لي أنا اللي كنشوف. أولا فضحهم اجتماعيا، والقطع معهم وجوديا، ماشي على وسائل التواصل الاجتماعي، القطع الوجودي، وبالتالي جعلهم دائما مكشوفين منبوذين مكروهين. عاش المغرب، عاش الملك، وعاش الشعب المغربي، وعاشت الأمة المغربية عصية على الخائنين، منيعة على المرجفين، وحصينة على أنظمة العسكر الإرهابيين. الله الوطن الملك ولا غالب إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة الكرام.